السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفري ودبري الأكل ده عندي بقيت من امبارح أرميه، لأ حرام. فضيته في حلل صغيرة كده، المكرونة وبقيت لحمة. خسارة برضه، حرام. نعمة ربنا يا جماعة ما تترميش، سنوا النعمة تصونك. ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. والاكل اهو بيتغرف بطريقه حلوه وبيتاكل بالف هنا وشفا يا رب للي هياكل. بس ايه، هو ما عنديش مخلل، المخلل خلص، والسلطه ما بتلقش جنب المكرونه يا جماعه، عشان كده انا ما بعملش سلطه جنب المكرونه. المكرونه بيليق معاها السلطه، تبقى حلوه معاها. ولما نيجي نغرف كده يبقى معانا ايه، منديل من اللي هو بتاع البقر اللي بنجيبه بتاع المطبخ، اللي بنحط عليه البطاطس وبنحط عليه الطعميه وبنحط عليه السمك. عشان ايه؟ بيشرب الزيت يعني. تمام تمام. بنخلي بقى ايه منديل معانا كده منه واحنا بنغرف. في حاجة جت على حرف الطبق كده غصب عننا، بنروح ماسكين الطبق ملمعينه من الحروف كده، عشان ايه اللي بياكل يبقى الطبق ايه، نضيف كده من الحروف بتاعته وشكله حلو ولذيذ. عشان ايه العين بتاكل يا جماعة الأول. دايما كده معايا المنديل حاطاه جنبي على رخامة المطبخ ساعة الغريف. باخد حتة من البقرة كده غصب عني وانا بغرف، لقيت الطبق في حواليه حاجة كده على الطرف، بروح ملمعاه عشان ما يبقاش في حاجة في الطروف خالص. ده المفروض يا جماعة. تمام تمام. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. وسنوا النعمة تسونك، واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.